السلام عليكم، كنتمنى من الله تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ما شاء الله يا ربي غادي نحضر معكم بيتزا رويال، البيتزا ديال المطاعم. ما كايناش فرق بينه وبين بيتزا ديال المطاعم، الفرق هو انها معدله في الدار. بيتزا كتجي رائعه بمذاق رائع. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ما تنساوش متابعه قناه حلويات الامهات فضلا وليس امرا. كنقول لكم شكرا على الاشتراك، كنتمنى انكم تشاهدوا الفيديو الى الاخر. وبالنسبه للمقادير ديال العجينه ديال البيتزا، غادي نحتاجو 6 ديال الكيسان ديال الدقيق، عبار ديال العنبه، 3 ديال الكيسان دقيق مخصص للحلويات، و3 ديال الكيسان دقيق عادي. غادي نحتاج هنايا 2 معالق صغار خميره فوريه، غادي نحتاج ملعقه صغيره مملوءه ديال الملح، وملعقه صغيره ديال الزعتر. وبالنسبه للعجينه غادي نجمعها بما دافي، ولكن غادي نضيف عليها 2 معالق كبار ديال الزبده و2 معالق ديال كبار ديال زيت الزيتون. غادي تشوفوا في فيديو انني غادي نضيفهم من بعد ما غادي نخلط العجينه شويه، وغادي نضيف الزيت، غادي نضيف الزبده، غادي نخلط الزبده مع الدقيق مع الخليط، وبعد ذلك غادي نضيف الزيت، وغادي نكمل العجينه ديالي. غادي نجمع العجينه بما دافي. من بعد ما غادي نخلط مكونات جيدا، هذه هي العجينه اللي كنحصل عليها في الاخير. كتجي عجينه رطبه وهشيشه، ومن بعد ما غادي نطيبوها غادي تشوفوا كيفاش كتجي في الاخير. كتجي رائعه، كنتمنى انكم تجربوها. واحد الوصفه اللي غادي تولي عندكم معتمده ان شاء الله. غادي نقطع العجينه الى 3 قطع، جوج قطع كبار وقطعه صغيره. بالنسبه لكم نتوما الا بغيتو تعملوا بيتزات صغارين، يعني ما يكونش حجم كبير، انا بغيت نعملهم حجم يعني كبير، حجم عائلي. نتوما الا بغيتو تعملوا تخرجوا 3، يعني 3 منهم يمكن لكم انكم توضعوهم في مجمد، وملي تبغوهم تحتاجوهم يعني تحتاجوا وحده ومن بعد توضعوهم في مجمد. انا هنايا خرجت 3، 2 كبارين ووحده صغيره. وهنا غادي نطلق العجينه كما كتشوفوا، غادي نقطع على شكل دائري، غادي ندخلها للفرن وغادي نطيبها، يعني غادي نطيبها مزيان باش ما تديناش يعني بيتزا الوقت اطول. اولا بغيتوها طيبوها نص طياب، المهم كما بغيتو. انا غادي نطيبها يعني طياب واحد باش ملي نعمل فوق من الحشوه دغيا توجد معنا بيتزا، يعني ما تديناش الوقت يبقى خص غير داكشي اللي في الوجه ديالها هو اللي يطيب دغيا. وكما كتشوفوا بعد ما خرجت العجينه من الفران الشكل ديالها كيفاش جا، يعني كتجي منفخه وكتنفخ معنا وكتجي هشيشه ما شاء الله. كما قلت لكم يمكن لكم طيبوها نص طياب، يمكن لكم طيبوها طياب كامل. انا طيبتها طياب كامل، باقي خصني نوضع غير الحشوه في الوجه ديالها ونطيبوها غير من الوجه ديالها. بالنسبه للحشوه غادي نحتاج 2 انواع ديال الجبن. غادي نحتاج فلفل احمر واصفر واخضر، بصله متوسطه الحجم مقطع على شرائح، زيتون اسود، دجاج، كفته، كراميل مسلوق، وكروفيت او لاكاما كل واحد شنو كيسميه. وغادي نحتاج صوص ديال الطماطم، ما نزلتهاش هنايا، نسيت ما نزلتهاش حتى صورت، ولكن غادي نصورها معكم بعد ملي غادي نصوتي جميع المكونات. هنايا غادي نصوتي جميع المكونات، غادي بنفس الطريقه، ملح، ابزار وزعتر وزيت الزيتون فقط، يعني بهادو غادي نصوتي جميع المكونات بنفس الطريقه. وهنا كما كتشوفوا من بعد ما صوتت جميع المكونات مع زيت الزيتون، الزعتر وابزار والملح، يعني جميع المكونات صوتت بنفس الطريقه. هنا حتى لاصوص مثل الزعتر ومثل الابزار والملح. كما كتشوفوا هذه الطريقه اللي استعملتها انا في الخدمه، يعني كيف شكلت بيتزا. كما كتشوفوا في الفيديو، اول حاجه وضعت الفلفل، يمكنكم توضعوا اي حاجه بغيتوا يعني في الاول، كيبقى لكم على حسب الاختيار ولا حسب الرغبه. المهم انا وضعت الفلفل كما كتشوفوا في الفيديو كيفاش وضعت المكونات. حاولت نزرب هاد اللقطه، يعني كلشي كيعرف يعملها، يعني ما يمكنش حتى واحد ما كيعرف يعملها باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. وهنايا كما هنايا صورت لكم بيتزا وهي في الفرن، يعني باقا في الفرن، باقا ما خرجتهاش. كما كتشوفوا الشكل ديال الجبن من بعد ما خلطت 2 مكونات. دابا نشارك معكم انواع ديال الجبن اللي كنستعمل. كتجي يعني معلكه وكتجي بحال المطاعم والمذاق ديالها نفسه، يعني ما كاينش فرق، ومذاق رائع رائع. انا مأكده انها غتعجبكم، غتولي عندكم واحد الوصفه معتمده. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في الكومنتيرات. تعطلت عليكم يعني شحال ما نزلت شي فيديو، ولكن لظروف شخصيه. كنقول لكم شكرا على الاشتراك في القناه، شكرا على متابعه قناه حلويات الامهات. الى فيديو قادم ان شاء الله.